تخيل معايا انك طاير فوق الاف من الناس والشوارع اللي ما بتنامش، وكل اللي بيفصلك عنهم هو خيط رفيع من خيوط العنكبوت، وانت هنا المتحكم في كل حركة وفي كل قرار. من سنة 1962 وسبايدر مان بيعيش في قلوب الناس، بطل مختلف، مش قوي زي سوبرمان ولا غني زي باتمان، لكنه شخص عادي بيغلط وبيتألم وبيحاول يوازن بين حياته كبني ادم طبيعي وحياته كبطل خارق. اتعملت عنه افلام وكوميكس والعاب، ولكن ولا تجربة منهم قدرت توصلك للإحساس الحقيقي، الإحساس إنك أنت سبايدر مان. لحد ما في 2018 استوديو ما كانش حد يتوقعه في مجال ألعاب السوبر هيرو قرر يقلب الترابيزة. استوديو كان مشهور بألعاب مليانة خيال وضحك، لكن فجأة لقى نفسه قدام أكبر تحدي في تاريخه، إنه يعمل لعبة عالم مفتوح بجودة سينمائية تحترم شخصية سبايدر مان وتدي اللاعب إحساس الحرية والقوة والمسؤولية في نفس الوقت. أنا أبو عادل، والقصة اللي هنحكيها النهاردة دلوقتي مش مجرد قصة تطوير لعبة، دي حكاية حلم بدأ بفكرة صغيرة اتحول لمشروع ضخم استمر 4 سنين، واجه صعوبات وقرارات مصيرية ولحظات شك لحد ما وصل للعالم كتحفة فنية غيرت شكل ألعاب السوبر هيرو. سنة 2014 مارفل كانت عايزة تدخل عالم الألعاب بقوة بعد نجاح ال MCU، وبدال ما تدي ترخيص شخصياتها لأي شركة صغيرة قررت تختار فريق قادر يعمل تجربة سينمائية ولعبة تريبل اي في نفس الوقت. سوني عرضت المشروع ده على انسومياك اللي كانوا وقتها بيشتغلوا على لعبة سانست اوفر درايف. تيد برايس رئيس الاستوديو قال في مقابلة: كنا دايما بنعمل ألعاب بأفكارنا، لكن أول ما عرضوا علينا سبايدر مان حسينا إنها فرصة مش هتتكرر. ولكن مارفل كان عندها شرط، واللي هو إن انسومياك يقدموا الشخصية بأسلوبهم هم، مش إعادة تقديم لقصة فيلم من أفلام الشخصية. الاستوديو ما كدبش خبر، وعلى عكس بداية كل قصص سبايدر مان اللي بتورينا ازاي شاب في الثانوية عنكبوت معدل جينيا بيقرصه وبيكتسب منه قدرات العنكبوت، فالاستوديو قرر ان بيتر هيكون اكبر شوية، عنده 23 سنة مع خبرة 8 سنين كسوبر هيرو، والهدف من كده تقديم بطل ناضج يوازن بين حياته الشخصية ومسؤولياته. القصة هتركز على العلاقات، خصوصا مع ماري جين ومايلز ودكتور اوكتافيوس. اوتو كان اختيار متعمد لانه شخصية بيتر بيحبها، فالصراع العاطفي هيكون اقوى. كاتب القصة جون باكيت قال: احنا مش بنكتب قصة عن سبايدر مان بيهزم الاشرار، احنا بنكتب عن بيتر بيحاول يحافظ على قلبه وهو بيخسر اصدقائه. فريق المصممين سافروا فعلا لنيويورك، صوروا الاف الصور واستخدموا تقنية ليدر عشان ياخدوا شكل المباني الحقيقي. لو متعرفش ايه ليدر دي، فده اختصار لمصطلح لايت ديتكشن اند رينجينج، ودي تقنية استشعار عن بعد بيستخدموا فيها الليزر عشان يقيسوا المسافات ويعملوا نماذج 3D للمباني. وكمان اضافوا مناطق خيالية علشان تناسب طريقة اللعب، واضافوا معالم مارفل زي برج الافينجرز، وحتى الطقس والاضاءة اتبنوا على اوقات اليوم الحقيقي في نيويورك. المصممة جاسيندا تشو قالت: كنا عايزين اللاعب يحس انه يعرف الشارع اللي بيلعب فيه حتى لو عمره ما زار نيويورك قبل كده. اكبر تحدي كان احساس الطيران. جربها اول نسخة وكانت اسلاك الشبكة بتتعلق في الهواء، والنتيجة كانت سيئة. رجعوا لفكرة اللعبة الكلاسيكية في 2004، ان الخيط لازم يرتبط فعلا بالمبنى، واضافوا عناصر فيزيائية زي مقاومة الهواء ووزن الجسم ورد فعل الكاميرا، وكمان دمجوا انيميشن ديناميكي تخلي كل قفزة مختلفة عن اللي قبلها. وواحد من المصممين قال: كنا بنختبر التأرجح كل يوم، ولو ما حسناش بالمتعة بعد دقيقة كنا بنعيد من الأول. نظام القتال مستوحى من سلسلة باتمان أركم، لكن أخف وأسرع، وكمان أضافوا استخدام البيئة في القتال، زي إنك مثلا تسحب كرسي أو طفاية حريق من حواليك تخبطها في الأعداء، أو إنك تمسك الأعداء تحدفهم على الحيطة وتلزقهم فيها. ده غير الأدوات المتنوعة اللي بتستخدمها زي شبكة الكهرباء والقنابل اللاصقة وشبكة الشد، والتدرج في استكشاف واستخدام الأدوات دي بيخلي اللاعب دايما عنده حاجة جديدة عاوز يجربها، وده اللي بيزود متعة اللعب. الاستوديو في كتابة القصة ضم كتاب من عالم الألعاب والأفلام، كتبوا أكتر من 800 صفحة حوار، واهتموا بالمشاهد اللي في البيوت والمكاتب زي بالظبط ما اهتموا بالمشاهد بتاعة الأكشن. مشهد المواجهة الأخير مع أوتو خد شغل شهور عشان يطلع بالشكل العاطفي اللي شفناه في اللعبة. انسومياك قررت انها ما تعملش قصة اصلية من قصص سبايدر مان، لا، قرروا يقدموا بيتر ناضج عنده خبرة وعنده مشاكل حقيقية. فقصة اللعبة مش بس عن انقاذ المدينة، لكن عن التضحيات اللي بيقدمها البطل علشان يحافظ على اللي حواليه، وده اللي خلى اللحظات الأخيرة في اللعبة تضرب في القلب. الكتابة ركزت على التوازن بين حياة بيتر الشخصية ومسؤولياته كبطل، وده اللي خلى اللاعبين يتعلقوا بالقصة. قبل نزول اللعبة اتجربت أكتر من مرة، كل مرة الفريق كان بيشوف فين المتعة وفين الملل،
كان في خوف حقيقي لان لو نظام الحركة مشتغلش كويس اللعبة كلها هتفشل، لكن بعد اول تجارب اعلامية الناس بدأت تقول الاحساس بالطيران بين المباني هنا مفيش زيه. وفي 2018 اللعبة نزلت والنتيجة كانت مذهلة، مبيعات ضخمة، تقييمات عالية، وناس بتقول انها افضل لعبة سبايدر مان في التاريخ. مش بس كده، اللعبة اثرت في صناعة الالعاب كلها، واثبتت ان مارفل ممكن تقدم العاب بنفس جودة افلامها واكتر كمان. وفي النهاية قصة تطوير لعبة مارفل سبايدر مان مش بس عن استوديو صنع لعبة ممتازة، هي عن فريق حب الشخصية لدرجة انه عمل كل حاجة عشان يخلي اللاعبين يعيشوا الحلم. وانسومياك ما كانتش بس بتطور لعبة، دي كانت بتصنع تجربة واحساس وذكرى، وده السبب ان اللعبة هتفضل محفورة في قلوبنا سنين طويلة. انا كده خلصت، ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد.